وهي كذلك الأمر. اعرضوا على بعض انتوا الاتنين. البوابة ديت ما بتتفتحش كده، ما عليهاش بواب. عيب. وعلى الرغم ان انا بحبش كلمة عيب، انا اعرف كلمة حلال وحرام، ولكن بنتكلم بالبساطة بتاعتنا. فدلوقتي لما يدخل في وقت مش متظبط فيه اهل بيتك، ولا انت معاك فلوس، تحرج نفسك، ما تعرفش تضيفه، الوقت مش مظبوط، شاف عيالك، شاف زوجتك، شاف مراتك، هل ظروفنا كلنا زي بعضها؟ اكيد. ومستحيل تكون ظروفنا زي بعضنا. طب ايه، في اختلاف. عشان كده حبيبك المصطفى وحبيبي وسيدنا كلنا قال لنا حطوا حدود للبيوت، ما تدخلوش حد غريب. غريب اهو، ما انت قلتي ولا قريب. هنقطع صلة ارحامنا؟ ما انا ما قلتش كده. في فرق ما بين صلة الارحام، ما الناس فاهماها غلط. هو صلة رحمي ان انا اخش احط بوزي في كل حاجة؟ انا لو اخت اخش اعرف تفاصيل اختي، زوجها قاعد ازاي وبياكل ايه وبيشرب ايه وبيديها كام في الشهر، وياما ولا شويه وكتير ولا قليل؟ ما يصحش. اخت واختك خلاص، كنا في اسره وفي عيله واحده، نحترم الصله اللي ربنا قال عليه. ازيك، عامله ايه؟ ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ الحمد لله والله بنعمه وستر. مش محتاج مني حاجه، الله يكرمك ويرضيك. انا حابب ان انا اجيلك الاسبوع ده، ينفع؟ طب والله معلش انا عندي ظرف طارئ مش هينفع الاسبوع ده. طب ممكن نخليها الاسبوع اللي جاي، ويبقى في سماحه ما بيننا وبين بعضنا. ما نقتحمش البيوت اكن ما عليهاش حاجز. حرام. حرام. وبعد كده نزعل من خراب البيوت، واحنا اللي جبناها وجلبناها بايدينا. فتش الاسرار ده امي. يا ست روحي بقى، انت هتشتغلينا؟ انت جايه عصينا على امي وتقولي لي حطمك؟ ايوه حطمك. اصل ده مش بر. انت لما دلوقتي تكشف اسرارك كلها لوالدتك، ده مش بر. امك وعلى دماغك وجوه عينك، وما شلتهاش الارض، انت هتحطها في نين هتقلع عينك كده وتحطها مكان. ده له جانب، بس سيادتك فاهم البر غلط. ده البر اللي احنا كلنا عارفينه، لكن اللي احنا غفلانين عنه ان معنى ان انا بر ام او ابويا، او اكون كويس مع اخواتي او جيراني، ما نيمهمش معايا على السرير. ما اروحش لامي سواء انت او انت، بكلم الاتنين، بخاطبكم انتوا الاتنين، تروحي تقولي اسرار زوج كلها. وراجل كريم ما بيحبش طلوع السر بره، والست محترمه ما بتحبش الحته دي في الراجل. ما ينفعش. هي امك لما تشوفك متهندم ومتهندس، معاك عيالك، معاك مالك، رايح تزورها، بتديها الحلاوه بتاعتها، هي عايزه اكتر من كده تاني؟ ده حلو قوي. الخير بيبان عليك، واما بنعمه ربك فحدث يا ستي. انا بقول لهم انا كنت في خير وما كنتش فيه قبل كده وبعدين بفرحها. لا، انت ما بتفرحهاش ولا حاجه. افرحها لما اخش عليها